اخطر فخ بيقع في اي مستثمر هو وهم القمه. بيبتدي يسال نفسه: هو انا اتاخرت على الاستثمار في بيت الوطن؟ هي الاسعار هناك جابت اخرها ولا لسه؟ هي الحقيقه ان السؤال ده منطقي وده احساس طبيعي، بس في لغه الاقتصاد دي نظره سطحيه لدوره راس المال. خلينا نعترف بحقيقه ان اللي اشترى من 4 أو 5 سنين ضاعف فلوسه مرتين وثلاثه، بس الرقم ده ما كانش مجاني، ده كان علاوه مخاطره. هو حط فلوسه في صحراء ومخاطره عاميه. النهارده المستثمر المؤسسي ما بيدورش على علاوه مخاطره، هو بيدفع فلوسه في علاوه يقين. البنيه التحتيه بقت واضحه، الطرق الاقليميه خلصت، المشروع تجاوز مرحله الخطر الهيكلي، فانت بتشتري اصل المخاطره فيه بقت شبه معدومه. بس لو المخاطره بقت شبه معدومه، هو المكسب الكبير اللي جاي هيجي منين؟ ايه اللي يخلي منطقه زي بيت الوطن اسعارها مستحيل تنزل ومكمله في الصعود حتى لو السوق هدي؟ السر هنا في مصطلح اقتصادي صارم جدا، هو اسمه النضره المطلقه. بيت الوطن النهارده بيمثل اخر امتداد افقي منخفض الكثافه في خريطه التجمع الخامس. احنا بنتكلم عن اشتراطات بنائيه ارض وثلاث ادوار بس، يعني كثافه سكانيه ما بتتعداش ال 15% مقارنة بأي منطقة تانية. ولما العرض الجغرافي بيكون محدود ومقفول، فمفيش مساحات تانية هتطرح بنفس المواصفات دي أبدا. في الاقتصاد لما العرض بيوصل لحده الأقصى فالتسعير بياخد شكل احتكاري. قيمة المتر مش هتتحسب هنا بتكلفة حديد وأسمنت، دي بتتحسب بمدى استحالة وجود بديل، لأنك بتستحوذ على حصة نادرة من خريطة مش هتتكرر تاني. وبما إننا متفقين إن المكان ده نادر وملوش بديل، فإمتى السوق هيترجم بقى الندرة دي لقفزه سعريه؟ وهل القفزه دي حصلت خلاص؟ في 2026 بيت الوطن لسه بيعتبر ورشه عمل ضخمه، المنطقه لسه تحت الانشاء، فده في علم الاستثمار اعظم خبر ليه، لان البيانات التاريخيه في القاهره الجديده بتاكد لك ان المنطقه بتسجل قفزات سعريه كبيره وبتتراوح بين 35 و 45% في لحظه التحول. اللحظه دي اللي المعدات بتمشي فيها واول عيله بتسكن المنطقه، فبتتحول من مشروع انشائي لمجتمع حي. تشتري انت النهارده تحت الانشاء، انت هتعمل تمركز مبكر، هتحجز مكانك قبل ما القفزه دي تحصل عشان انت اللي تحصدها. طب مين هيدفع لك بقى المكسب ده كله لما المنطقه تشتغل؟ وليه هيدفع؟ بمجرد ما بيت الوطن بيبقى جاهز للسكن، هتدخل السوق شريحه المستهلك النهائي. الشريحه دي ما بتشتريش بالاقساط المريحه بتاعتك، دي بتدفع كاش مقابل علاوه الاستخدام الفوري. فلو انت اشتريت النهارده وحده ب5 مليون، بعد سنتين ثلاثة المنطقة اشتغلت وبقت بتتأجر بمتوسطات عالية جدا، العائد الإيجاري ده هيتحسب على ال5 مليون اللي أنت دفعتهم، مش على السعر المستقبلي للوحدة. ده هيعمل لك عائد على الكاش بتاعك ممكن يتخطى ال 15 و 20% سنويا، فأنت بتحول وحدتك فعليا لماكينة تدفقات نقدية هتغطي ثمنها وتعمل لك تحصين ضد التضخم. الخلاصة بالورقة والقلم: الوقت اتأخر على الاستثمار في بيت الوطن. السلسلة دي بتأكد لك وبتثبت لك إنك ما اتأخرتش. انت بتدخل السوق في مرحله اليقين الانشائي، بتستحوذ على اصل فيه ندره مطلقه، بتتمركز بذكاء عشان تحصد قفزه التشغيل، فبتعمل اعلى عائد على التكلفه. الاستثمار في العقار محتاج علم وقرايه دقيقه للارقام، مش مجرد خوف من فوات فرصه. في البحراوي للتطوير العقاري دورنا مش مجرد عرض مساحات، دورنا نكون شريكك المعرفي. هنوضح لك الصوره بالمعادلات ونصمم لك محفظه عقاريه تحت الانشاء مبنيه على اسس ماليه صلبه هتصنع لك ثروه حقيقيه. تواصل معانا، خلينا نحط فلوسك في المكان الصح في التوقيت الصح.